السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وفضلا وليس أمر الدعاء لأمي والبنت أختي بالرحمة والمغفرة لهم وجميع موتى المسلمين. وصفة النهاردة انطلبت مني وهي المكرونة باللبن، مش العزيزية، لا المكرونة باللبن. طبعا هي تفاصيلها قريبة جدا للعزيزية، بس بتختلف في بعض التكات والشغل فيها يعني. تمام. اول حاجه هنسمي الله. هنجيب كوبايتين من المكرونه، اي نوع مكرونه عندك، بس انا للامانه كانت عندي المكرونه دي باقيه من كشري، فانا يعني سبتهم في جنب، قلت ابقى اعمل بيهم الوصفه. تمام. عندي كوبايتين من المكرونه، طبعا تسلقيهم سلق كويس، وبعد كده هنزل بيهم في الكبه، اديهم بس ضربه واحده بحيث ان هم ما يبقوش كتل بالشكل ده، لا يبقوا مكسرين. هنا نزلت بالمكرونة في الكبة بتاعتي، هنزل عليها بنص لتر من الحليب عشان بس الكبة تدور يعني تدور معايا. تمام. بسم الله. هضربهم ضربتين. هو ده القوام المطلوب، مش اكتر من كده، يا دوبك بس المكرونة تتكسر. عندي هنا حلة هنزل بالمكونات فيها. بسم الله. بالشكل ده هو ده القوام المطلوب للمكرونة. تمام. ما بتنعمش عن كده. بعد كده هنزل بباقي الحليب. طبعا انا حاطه لتر ونص من الحليب او من اللبن الجاموسي بتاعنا. بعد كده هنزل بكوبايه من السكر. بسم الله. سكر حبيبات عادي. طبعا السكر هنا يعني حسب اللي انت بتحبيه، سواء حباها مسكره قوي، حباها تكون سكرها هادي شويه، ده يرجع لك انت. بعد كده هنزل بظرفين من الفانيليا. بسم الله. طبعا لو عندك قشطة بلدي او وش لبن وحابة تضيفيه عادي، بتديلها طعم ويبقى طعمها غني اكتر عن ما يكون لبن بس. تمام. بعد كده هرفعهم على النار. تمام. بسم الله. طبعا هفضل اقلب فيهم كويس قوي لحد ما السكر يدوب تماما والخليط الجليس مع بعضه. تمام. طبعا كوبايتين المكرونه، لو انت عاوزه تحط عليهم لتر حليب واحد بتبقى عادي، بتبقى كويسه جدا. بس انا بصراحه بحب يعني ازود كميه اللبن عشان انا عندي ولادي مش برضه يشربوه، فبديلهم قيمه غذائيه اعلى بس. لكن لو حابه تعملي لتر حليب على المكرونه بتبقى جميله معاك، وبتبقى جوسي برضه وناعمه، وفي نفس الوقت بتبقى متماسكه وجميله. تمام. بعد كده هنزل ب3 معالق كبار من السمنه البلدي. طبعا يفضل ان هي تكون بلدي، لكن لو مش متاح البلدي وعندك اي نوع سمنه بتفضليه عادي تقدري تضيفيه، مفيش اي مشكله. طبعا في المرحله دي بتقلبي على نار هاديه شويه علشان المكرونه ما تتلسعش منك او تدي طعم اذا طعم المحروق او طعم الشياط. تمام. بتشتغلي وهي النار عندك تكون هاديه. الاضافه اللي بعد كده عندك كوبايه الا ربع من الحليب، هنزل عليها ب3 معالق من النشا. بسم الله. علشان اربط الخليط ده مع بعضه. بسم الله. طبعا لو عندك جوز هند وحابه تضيفيه عادي، عادي تضيفي المكسرات مثلا زي الزبيب، آه، آه، فول سوداني مطحون، بيبقى عادي برضه، بيبقى طعمه حلو حلو يعني، بيبقى معزز الطعم ويخلي الطعم جميل. بس انا بصراحه بحب اعمل المكرونه اللي بلبن، بتكون يعني ساده، يعني بستكفى بصراحه فيها بالسمنه البلدي. طبعا هي هنا وصلنا للقوام المطلوب. طبعا هي اللي تماسكت معايا. تمام. دلوقتي هنزل بيها في صينيه. عندي صينيه بطنتها بالسمنه بالشكل ده. دلوقتي هنزل بخليط المكرونه عليها. نزلت بالخليط في الصينيه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. طبعا بسوي بس السطح بتاعها، الوش يعني. تمام. وهسيبها على الرخامه حوالي بس ربع ساعه، وبعد كده هوريكم الخطوه اللي بعد كده. طبعا هنا المكرونه بتاعتي اللي اتشمعت تماما. تمام. عندي هنا نص كوبايه من الشربات، هبدا انزل بيها على الوش. بسم الله. طبعا هدهنه بفرشه. بسم الله. وطبعا هندخلها على درجة حرارة 100 و200، درجة حرارة 200، وهنولع الشواية يعني نار هادية خالص من على الوش من فوق، بحيث ما تتحرقش من فوق قبل ما تتعمل تحمر من تحت. تمام.
والمهم في كل ده كمان ان انت لو هتشتغلي في فرن البوتاجاز تحطي الصينيه على القاعده بتاعه الفرن من تحت، ما تحطهاش على على الشبكه، تخليها ملامسه لقاعده الفرن. تمام. انا هشتغل على فرن غاز، فانا هدخلها على على الفرن من تحت على طول، يعني على الصاجه على طول من تحت. كده انا خلصتها، هدخلها دلوقتي على الفرن وبعد كده هوريها لكم مع بعض، نشوفها مع بعض. طبعا المكرونه بتاعتي خرجت ما شاء الله من الفرن، شايفين اللون والجمال ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بينا نقطعها مع بعض. بسم الله. طبعا هي لسه سخنه شويه، بس يعني متماسكه، مش سخنه قوي يعني. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله جميلة جدا، ما شاء الله جميلة جدا، وريحتها حلوة قوي. طبعا هي ريحتها قلب المكان، ريحة السمنة البلدي بتبقى جميلة قوي في الحلويات، خصوصا في الجو اللي احنا فيه ده. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فضلا وليس امرا لا تنسوا امي وبنت اختي بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.